ان كل الكلام اللي اتقال ده هو مجرد اجتهادات صحفيه، مش هنقول اجتهادات صحفيه، هو كلام خارج عن النص تماما، وكلام غير مقبول بالمره ان يتم الصاق تهم بمستقبل الوطن واشاعات بشكل كبير جدا. يعني ده لا معايير لا معايير اخلاقيه ولا صحفيه ولا يمت للحقيقه بصله يعني. محمد بدران رئيس حزب مستقبل الوطن مستمر في اداء عمله، بقاله اكثر من 4-5 ايام بيلتقي وفود والهياكل الجديده للحزب من جميع محافظات مصر. النهارده كان عنده 4 محافظات، كان عنده محافظه الفيوم، محافظه بني سويف، محافظه المنيا، محافظه سوهاج. يعني حتى الان هو مستمر في عقد لقاءات مع محافظه سوهاج دلوقتي في المنيا لاعتماد الهياكل الجديده ومناقشه خطه العمل خلال الفتره القادمه. وكمان اصدر النهارده قرار باعاده تكليف المهندس اشرف رشاد النائب العام نائب الامين العام للحزب، امين عام الحزب برئاسه الهيئه البرلمانيه. هو كان ليه راح وليه رجع؟ مهندس اشرف رشاد هو كان مرشحنا كان استقال او كان في قائمه حب هو كان مرشحنا في قائمه حب مصر. يعني هو نائب عن محافظه قنا، فبالتالي هو نائب عن محافظه كامله بجانب ان هو امين عام. وانت عارفه ان كل منصب من دول ليه متطلباته، بجانب ان هو كرئيس هيئه برلمانيه فكل منصب من دول ليه متطلباته وليه اعبائه الكبيره جدا. فهو قال ان انا هتفرغ لشؤون الحزب بشكل كامل كامين عام، وهتفرغ لشؤون دايره كبيره جدا عليا، وبالتالي هترك الهيئه البرلمانيه لاحد من الساده النواب يتم ادارتها، وانا هكتفي بوجودي ما بين القاهره وما بين قنا عشان خاطر المحافظه يعني. وده كان وجهه نظره ان هو مش قادر ان هو يجمع من ال3 مناصب، فبالتالي قدم استقالته وتم قبولها من جانب رئيس الحزب، لكن بعد طبعا ضغط المكتب التنفيذي وضغط اعضاء الهيئه البرلمانيه والنواب بتوع الحزب، يعني قدر ان احنا نخليه يعدل عن قراره، وتم تكليفه النهارده مره ثانيه بالهيئه البرلمانيه. لكن ارجع تاني لموضوع محمد بدران. اولا مين ممكن يكون بيطلع هذه الشائعات؟ بص حضرتك عارفه ان حزب مستقبل الوطن في فتره وجيزه جدا، ولتكن سنه وشهرين دلوقتي احنا عملنا الحمد لله محققين معادله كويسه جدا وراضيين عن ادائنا ومستمرين في ادائنا وما بنلتفتش لاي كلام. بالعكس كل الكلام اللي بيطلع ده بيزيدنا اصرار ان احنا ناجحين، وبيخليه ده بيدفعنا خطوه للامام يعني. بغض النظر عن الاشاعات او مين بيطلع، احنا ما يهمناش مين بيطلع، وما يهمناش ايه الاشاعات اللي بتتقال عنا، وما يهمناش ايه الكلام اللي بيتقال، على قدر ما يهمنا ان احنا عندنا هدف وعندنا رؤيه وعندنا استراتيجيه واضحه احنا بنسعى لتحقيقها، والحمد لله ناجحين جدا في تحقيقها. احنا خلصنا انتخابات برلمانيه، بنعيد هيكله الحزب، بنعيد توازن الحزب في المحافظات، بنشوف ايه نقط الضعف اللي عندنا وبنعيد هيكلتها ومستمرين. يعني انا قصدي عندكم يعني في فكره المنافسه، الاعداء مين يعني بيقول الكلام ده على بدران يعني؟ وده اللي انا عايز اساله. المنافسه موجوده يعني، المنافسه موجوده. احنا بنمارس سياسه وكتير جدا بيمارسوا سياسه وموجودين حوالينا. كتير جدا شايفين ان حزب مستقبل الوطن او مستكترين علينا اللي احنا عملناه بمعنى اصح يعني. في حين ان احنا بنبذل جهد ومجهود مضاعف يعني بسبب النتيجه اللي احنا حققناها. هل فعلا فكره ان هو محمد بدران قريبا سيسافر لاستكمال دراسته في الخارج، هل ده حقيقي ولا لا؟ لا، فكره ان هو يطلع يكمل دراسته بره مصر او ما يكملهاش حقه يعني على فكره. بس يعني ده مواطن وحقه انه يسعى لتطوير من نفسه طبعا، وتطوير من ذاته، ودي حاجه بالعكس دي نقطه تحسب له، ان هو مش بيكتفي بالنقطه اللي هو وصل لها بل يتطلع لافضل منه. لكن هو الراجل مستمر في اداء عمله ومستمر في ادارته الحزب ومستمر في مكتبه حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه وحتى لحظات كتير جايه، وحتى لحد امتى؟ لحد سنين جايه كتير ان شاء الله. ربنا يسهل. بشكرك احمد سامي متحدث باسم حزب مستقبل وطن. خلونا نشوف هذا التقرير عن مراكز تجاريه جديده يبدا يعني افتتاحها تنفيذا لخطه مزيد من التجزئه، مزيد من تجاره التجزئه في مصر. هذه المراكز معظمها اعتقد تابع للقطاع الخاص. فاصل ونرجع.